الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد أثرت على الكل وخلت كل الناس بيحسبوا حساب مصاريف المدارس ويشيلوا همها. لكن في طريقة سهلة نقدر بيها نعمل تخفيض لمصاريف المدارس. على حسب القرار الوزاري لسنة 2023 ففي فئات كتيرة معفية من مصروفات المدرسة وبيدفعوا جزء بسيط جدا من المصروفات. الفئات هي: 1. أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بكل المدارس، وبيكون تخفيض العجز الكلي 50% والعجز الجزئي 25%. 2. أبناء شهداء ثورة 25 يناير بعد تقديم شهادة الوفاة. 3. أبناء الأسر اللي بتقبض معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأي مساعدات من وزارة التضامن، ودول بيحتاجوا يقدموا صورة من كارنيه المعاش أو صورة من سلكي المعاش. 4. أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل، وهي الست اللي على ذمة جوزها لكنها ما تعرفش حاجة عنه وسايبها هي والعيال وما بيصرفش عليهم وبتحتاج يكون معاها محضر بكده. وأبناء المرأة مطلقة ويكون معاها قسيمة الطلاق وقرار الولاية التعليمية، وكمان الطالب يتيم الأب وبيقدم شهادة وفاة، وكمان أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وبيحتاجوا يكون معاهم كارنيه الخدمات المتكاملة، وطلاب الدمج برضه معفيين من المصاريف وبيقدموا قرار الدمج، وكمان أبناء الذكور المفرج عنهم حديثا من السجون. والأربع فئات دول بيحتاجوا يقدموا الأوراق الرسمية دي مع صور بطايق وشهادات ميلاد الأبناء للأخصائي الاجتماعي في المدرسة، واللي بيعمل لهم بحث وبيقدموه لمسؤول الحكومة الإلكترونية علشان يسجلهم على موقع الوزارة وينزل لهم الإعفاء في البوسطة. 5. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة ومدارس شمال سيناء وأبناء شمال سيناء الموجودين في المحافظات التانية. 6. طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي. هل طلاب نظام الخدمات ليهم نفس الإعفاء؟ طلاب الخدمات من الفئات اللي فاتت دي ليهم تخفيض كبير لكن مفيش إعفاء. يعني الطالب اليتيم في الانتظام بيدفع حوالي 70 جنيه مصاريف، لكن الطالب اليتيم في الخدمات الثانوي العام بيدفع 600 جنيه مصاريف. طيب أنا ظروفي مش قد كده، يعني أنا عيان مش قادر أشتغل أو أنا على المعاش والمعاش صغير، هل ليا تخفيض أو إعفاء؟ للأسف القرار الوزاري اتشال منه الحالات الاقتصادية وما بقاش ليها تخفيض سواء في الانتظام أو في الخدمات، ولازم يدفعوا المصروفات كاملة. طيب أبناء المدرسين يعني واقعين من قعر القفة؟ لا، زي كل سنة أبناء المدرسين سواء اللي في الخدمة أو المعاش ليهم 50% تخفيض على المصروفات، لكن لو المدرس في اجازه او اعاره ملوش تخفيض، والتخفيض ده سواء كان الاب او الام هو اللي بيشتغل في التدريس، وده بالنسبه للمدرسين اللي شغالين في المدارس الحكوميه بس. يعني لو مدرس في مدرسه خاصه ملوش تخفيض، وهنا المدرس بيجيب ورقه مختومه بنصف من المدرسه انه على راس العمل، واللي في المعاش بيجيب من نقابه المعلمين الفرعيه وبيقدمها لمسؤول الحكومه الالكترونيه علشان يسجلهم على موقع الوزاره. استنونا فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير.